مساء الخير البنات الكبيدات الغزالات، رجعت لكم فيديو جديد الكوتي. ان شاء الله نشارك معكم بطيبيطات معمرين ناشفين بالخضار. هنا عندي الخضره اللي ديجا طيبتها من قبل، شويه ديال القرعه كورجيت محكوكه مع الخيزو محكوك، الفلافل بالالوان. صافي غندير غير بالخضار، اللي يحب يزيد كفته ولا طون انا ما عنديش هاد الساعه. شويه الهريسه، هنا خديت الدقيق ديال القمح الكامل، دقيق ديال الفينو، جوج زلافات وكيلو ديال الفورص، معلقه ديال الخميره كما كتشوفوا تفاعلت مع شويه ديال السكر، معلقه ديال الزيت البلديه، وغادي نعجن العجين ونرجع لكم. الغزالات ديالي هذا هو البطبوط ديالي، ما كتخليوش حتى يختمر بزاف، غير شويه باش يجيكم مزيان. كورته وغادي نبدا نسرح فيه معاكم وحده فوحده. نبدا مرققته كيجي مزيان ومحلول. غادي نرقو ونرجع لكم. الكبيدات ديالي من بعد ما رققت البطبوط ديالي مزيان كترقوه بهذا السمك. الاولى ديجا رققتها، غادي نديرو الحشوه في الوسط بسم الله ونديروها مزيان. انا كنفضل نستعمل يدي، معلقه ما غادياش تخدم معايا مزيان. الحشوه كل واحد يدير فيها اللي بغا، انا درت غير داكشي اللي عندي. دابا غادي ندير فوق منها الاخرى، نرقو العجين مزيان باش تجي محلوله. هذه هي الثانيه، غادي نسدو عليها بحال هكا، نجبدو هكذا من الجناب ونبداو نقرصو مزيان باش ما تخرجش لينا الحشوه اثناء الطهي. نزيرو مزيان ونعاودو نرقوها. انا كنديرهم كبار على قد المقله، وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. كنتمنى يكون الفيديو واضح لكم الغزالات، وديجا هذا الفيديو دايره عليكم في الفيديوهات القدام، وغادي نحطوها حتى تختمر ونكملوا. الكبيدات ديالي هو الطيبيطات ديالي من بعد ما كملتهم، دابا غادي نشعل عليهم المقله حتى تسخن، نبدا نخبز فيهم ونرجع لكم. ها هما الطيبيطات ديالي، الكبيدات ديالي شفتوا كيفاش طابوا، جاو محمرين ما شاء الله، وغير بالقمح ديال الدار وبداك الشيء اللي عندكم في الدار اقتصاديين ما شاء الله. كيجيو كبار، تقطعوهم بالموس. اللي حبت ديرهم صغار ديرهم صغار، انا كنحب نديرهم كبار ونقطعهم بالموس، كيجيو مهويين وخفاف. ما تمشيو فين حتى تشوفوا النتيجه النهائيه ديالهم. الكبيدات ديالي هذا هو البطبوط ديالي من بعد ما طاب، تبارك الله ما شاء الله كيجي مهوي وخفيف. غنحل معكم وحيده تشوفوها، كيجي مهوي ما فيهش البابه من الداخل وباقي سخون. كنتمنى انه ينال اعجابكم الغزالات ديالي، وما تنساونيش من الدعم ديالكم. عشيه مباركه.